بنوته صغيره قالت لي انا نفسي اعمل عيش الحبه الكامله، بس يكون حاشين جواه لحمه مفرومه او نحشي جواه اي حاجه. ينفع؟ قلت لها الله ينفع قوي، تعالي يلا بينا نعملوه، وما شاء الله بيطلع جميل جدا، احسن كمان من العيش العادي. السلام عليكم. اول حاجه جبت 4 كوبايات دقيق حبه كامله، وحطيت عليهم كيس خميره مع رشه بيكنج باودر. حطيت عليه معلقه عسل، ممكن تحطي عسل اسود او عسل نحل، اي عسل موجود، وتحطي عليه رشه ملح، معلقه خل، وتقلبيهم على بعض، ومعاهم كوبايتين ميه دافيه. بس تحطي الميه اول كوبايه تحطيها كامله، وبعد كده تحطي الميه شويه شويه لحد ما تبقى معاكي عجينه يعني طريه وبتلزق في ايدك. بتحطي في ايدك حبه زيت، وبتلمي العجينه وبتسيبيها تخمر. كده سيبناها تخمر، بنحضر الحشوه. جبنا بقى فلفل الوان، ما بتحطش فيها طماطم عشان الطماطم بتنزل ميه. جبنا هنا فلفل الوان، وطبعا ده مغذي جدا للكبار وللصغيرين. وحطيت معاهم بصلايه متوسطه متقطعه قطع صغيره، وجبت اللحمه المفرومه اللي هنعملها. وممكن تحشي اي حاجه انت عايزاها، يعني مش لازم لحمه مفرومه. وحطيت كله على بعض، وبعد كده حطيت الملح والفلفل الاسود ورشه جوز الطيب. وجوز الطيب دي بتوديها في حته تانية. بعد كده كانت العجينه خمرت معانا، فاخدناها برضو. هتقبلي ايدك زيت، وهتلمي العجينه، وهترشي رشه دقيق، وهتحطيها قدامك، تديها عجنه كده بسيطه. وبعد كده بتقطعيها الاجزاء اللي انت عايزاها، بتكوريها وبتحطيها قدامك. وبعدين انت ممكن لو هتطول معاكي بتغطيها عشان متعملش قشره، وتبداي تفريجي العجينه وتبداي تحشيها. ما شاء الله بتبقى في منتهى الجمال. كده هي فردناها، وبنبتدي نحشيها. نفرد 2 2 ونحط واحد. عايزه تعملي الواحد وتحطي 2 على 2 وتحطي في نص وتتنيه يبقى نص رغيف، مفيش مشكله. ويا ريت تقولوا لي انتم متابعيني منين، وفضلا ليس امرا تعملوا لايك وتابعوا القناه. لو مش متابعين القناه تابعوها. كده خلاص حطينا فردنا العيش، حطينا عليه الحشوه اللي احنا عملناها. طبعا الحشوه دي لو بتحبوها حاميه بتحطوا لها فلفل حامي، بتحبوها عادي ما بتحطوش الفلفل الحامي. خلاص كده جهزنا العيش، وجهزنا بقى كل العيش اللي احنا عجناه. كده بعد ما جهزنا العيش كله بنحطه بقى في الصواني، حسب الصواني اللي موجوده. بتبداي تحطيه في الصينيه، وبعدين بتسيبيه يخمر يعني حوالي 10 دقايق. بتفرجي كده العجينه، وتبداي تعملي الحاجه اللي هتحطيها على الوش. كده احنا عايزين الوش بتاعنا يلمع ويبقى شكله حلو. بنجيب معلقه ميه او معلقتين ميه، بنحط عليهم معلقه عسل ومعلقه زيت، ونقلبهم في بعض كلهم، نقلبهم كويس، ونبتدي ندهن الزيت. ودي بتدي لمعه للوش وبالطراوه، وبتخلي الوش طري، وفي نفس الوقت بيبقى مقرمش وشكله جميل، ويبقى يعني ما شاء الله، بس بيبقى شكله في منتهى الجمال. وبندخل العيش الفرن، ونبتدي ندخل اول واحد اتعمل، يعني اول واحد حشيناه نبتدي ندخله، بعد كده اللي بعديه، بعد كده اللي بعديه. ما شاء الله ريحته بتبقى في منتهى جمال. مش عايزه اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي. اعملوه وربنا يحسن ما بين ايديكم. واللي ما عملش اشتراك للقناه يشترك عشان يوصلوا مننا كل جديد.